مفاجأة 200 مليون يورو تقرب مبابي من ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، هل يستطيع ريال مدريد حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي؟ شاركونا بالتعليقات. يتعامل مسؤولو ريال مدريد بحذر وترقب وهدوء شديد مع صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها أن مبابي لا يستعجل حسم مصيره ويريد الحصول على مكافأة الولاء في عقده مع سان جيرمان وأيضا مكافأة التوقيع من ريال مدريد. وأضافت أنه وفقا لهذا السيناريو فإن كيليان سيفوز ب 200 مليون يورو. وأشارت أما النادي الباريسي فهو يتحرك بسرعة بالغة لحسم تجديد عقد مبابي، بينما يجهز اللاعب نفسه للانتظام في تدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين المقبل. وكشفت الصحيفة الإسبانية أيضا أن أموال صفقة النجم الفرنسي لم تكن ضمن ميزانية ريال مدريد للموسم الجديد، لكن تغير الحال بعد إعلان مبابي رغبته في عدم تجديد عقده مع سان جيرمان. وذكرت أنه لا توجد حلول قصيرة الأمد في الوقت الحالي سواء بالنسبة لتفاوض باريس مع مبابي لتجديد عقده أو تحرك ريال مدريد لشراء اللاعب. وختمت ماركا تقريرها بأن ريال مدريد يترقب حاليا بكل هدوء الموقف بين مبابي وإدارة باريس، ولا توجد نية للتحرك لضمه قبل حلول أغسطس المقبل، استنادا لقانون سوق الانتقالات بأنه كلما مر الوقت تنخفض قيمة شراء عقد اللاعب. وينتهي تعاقد مبابي مع باريس في 30 من يونيو 2024، علما بأنه انضم لصفوف البي اس جي في صيف 2017 قادما من موناكو. وواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تحديه لإدارة ناديه في ظل توتر الأجواء بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وأكدت صحيفة لو باريسيان في تقرير لها أن مبابي لم يغير موقفه وهو البقاء مع الفريق دون تمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2024. وأضافت أن موقف كيليان يستفز ويغضب رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وكذلك ملاك النادي في قطر. وأشارت إلى أن هذا الموقف المعقد يربك حسابات باريس مع استئناف الفريق لتدريباته استعدادا للموسم الجديد. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، توترت العلاقة بشدة بين مبابي وباريس في الأسبوع الأخير، كما أن سفر اللاعب إلى الكاميرون وتصريحاته هناك زادت من حدة الأزمة. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.